الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. ما شاء الله. أعزائي ومتابعي تلفزيون الخبر المصري في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومعكم رأفت الديب حمزة من محافظة سوهاج. نحن الآن في قرية البواريك بالمنشاء، وتحديدا من منزل الطالبة إسراء مهني موسى، الرابع مكرر الشهادة الإعدادية أزهري على مستوى محافظة سوهاج. أولا بنرحب بك يا أستاذة إسراء، وألف مليون مبروك، وأسرة جريدة الخبر المصري بترحب بك وبتبلغك أجمل التهاني وتقول لك ألف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك، وطبعا نورتونا بزيارة جميلة خالص يعني، وشرفتونا جامد وعايزين منك أنشط من كده ثاني. الله، يا ريت ترفعي صوتك شوية يا دكتورة إسراء. إسراء، أنت عرفت النتيجة بتاعتك إزاي؟ طبعا أنا كنت مستنية النتيجة دي خالص يعني، وكنت لا ارفعي صوتك. كنت مستنية النتيجة وكنت متوترة خالص يعني، ربما أكون ناقصة أكتر من اللي أنا متوقعاه، كنت خايفة خالص من النتيجة، بس الحمد لله يعني ربنا ستر والنتيجة كانت كويسة ومرضية يعني بالأمانة. وطبعا عرفت عن طريق الإنترنت، قبل مروة كمبيوتر عندنا في المعهد بعتت لنا رابط بندخل عليه وبتجيب منه النتيجة وكده، فأنا جبت النتيجة عن طريق الرابط ده. كنت متوقع النتيجة دي يا إسراء؟ كنت متوقعها جامد يعني، إن ده كان هدف، والإنسان اللي بيبقى عنده هدف بيبقى متوقع إن الهدف ده ممكن يحصل. فأنا كان هدفي إني أكون من الأوائل، ما كنتش محددة أي مستوى، بس المهم إني أكون من الخمسة الأوائل. أنت أهم حاجة كنت عايز تقبل من الأوائل، والحمد لله طلعت الرابع مكرر على مستوى محافظة سوهاج، الشهادة الإعدادية أزهر. الحمد لله. أنت بتصلي يا إسراء؟ حافظة قرآن؟ كتير ولا شوية؟ ختمت الحمد لله. ختمت القرآن؟ بسم الله ما شاء الله. طب ممكن تسمعينا حاجة حلوة كده منك؟ أعوذ بالله. لا علي صوتك شوية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. صدق الله العظيم. جميل جميل يا إسراء. إسراء، قولي لي كان إيه دعم والدك معك في فترة الدراسة لحد ما وصلتي النتيجة دي؟ طبعا والدي ما كانش بيسيبني في أي حال من الأحوال، كان دايما بيشجعني وبيحفزني دايما، وكان بيجيب لي جوائز برضه يعني. تمام. وكان دايما مش بيسيبني في أي حاجة يعني، راح دروس بيروح معايا، جاي من الدروس برضه بيجي معايا يعني، مش بيسيبني خالص. جميل. أستاذ عرفنا بنفسك للسادة المشاهدين. اسم مهني موسى مهني مكي، كبير فنيين إشاعة بمستشفى المنشاء المركزي بدرجة مدير عام. كان ايه احساسك لما عرفت نتيجة إسراء يا دكتور؟ طبعا أول حاجة الفضل والمنة من الله سبحانه وتعالى، سجدت لله شكر، لأني ربنا هو ولي التوفيق أولا وأخيرا يعني، ما إحنا إلا أسباب. جميل ما شاء الله. نتعرف على جد إسراء وناخد منه يعني، قل لي يا حج كان ايه احساسك لما عرفت نتيجة إسراء؟ فرحان بيها طبعا. طبعا جدها انت من ناحية الأم. ايوه فرحان بيها أنا. تمام. أنا عندي تساوي أحسن من 4 رجالة والله. ما شاء الله. طب ومعنا والدة إسراء، ألف مليون مبروك لإسراء. كان ايه احساس حضرتك لما عرفتي نتيجة؟ لان ربنا
ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا، واحنا فعلا هي اسراء تعبت واجتهدت كتير وعملت اللي عليها. حضرتك موظفه؟ انا فنية اشاعه منتخب منشاه المركز. ما شاء الله. وفرحت طبعا بإسراء وما شاء الله، وتتمنى انها تكون دكتوره قد الدنيا. ان شاء الله ربنا يكرمها كده زي ما بتشوف الدكاتره كده عندنا. نفسي فعلا تكون حاجه يعني مشرفه فعلا زي جميل. إسراء، نفسك ايه طموحاتك المستقبليه؟ نفسي اجيب مجموع كبير في ثالثه ثانوي اقدر بيه اني ادخل كليه طب وانا مرتاحه يعني، وطبعا هختار قسم اطفال. ربنا يوفقك يا إسراء ونشوفك دكتورة قد الدنيا، وألف مليون مبروك الإسراء، ونورتونا على تلفزيون الخبر المصري. انت حضرتك نورتنا وشرفتنا وشرفتونا يعني. شكرا بارك الله فيك. نعم والله. السلام عليكم. عليكم السلام.